هل جه عليك يوم وبعد ما بدأت يومك وانت عارف ايه اللي المفروض تعمله، بس بعد ساعات أو أيام رجعت تاني لنقطة البداية أو وقفت في نص الطريق؟ فتبدأ تلوم نفسك وتقول أنا إرادتي ضعيفة أو كسول؟ المشكلة يا صديقي مش في الكسل أو قوة الإرادة، في أسباب نفسية ورا التصرف ده، والأسباب دي أنت ما كنتش واخد بالك منها، وده اللي هقولك عليه في فيديو النهاردة. ولما تفهمها هتقدر توصل لكل حاجة عايز تحققها. فتابع الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. في 3 مفاهيم أساسية لازم تعرفها لأن هي السبب الرئيسي لعدم الاستمرارية. أول سبب الخوف من الفشل أو النجاح. الخوف من الفشل حاجة طبيعية وواضحة، بس السؤال هنا، في حد بيخاف من النجاح؟ ممكن يكون الموضوع ده غريب. إزاي حد يخاف من النجاح وهو أصلا بيسعى إنه ينجح؟ الجانب اللي مش بتشوفه يا صديقي هو الضغوط والمسؤوليات اللي هتتحملها. بعد النجاح حياتك هتتغير، فهل أنت مستعد تسيب نمط حياتك الحالي؟ هل أنت قادر إنك تغير نمط حياتك وتتخلى عن الحاجات اللي متعود عليها؟ زي ما الفشل ليه ضريبة، النجاح برضه ليه ضريبة. وخلي بالك يا صديقي إن في ناس بتختار إنها ما تنجحش، والسبب في كده إنهم مش مستعدين يتحملوا مسؤولية النجاح. تاني سبب بيخليك تخاف من النجاح هو المثالية. لما تكون عايز تعمل كل حاجة بإتقان 100%، هتخاف من النتيجة النهائية، وهتكون خايف إن نسبة النجاح ما تكونش 100%. المثالية يا صديقي أكيد ليها إيجابيات، زي إنك تكون قادر على بذل مجهود كبير جدا، بس نتائج المثالية غالبا بيكون ليها تأثير سلبي زي القلق والتوتر والتسويف. طب إزاي تتعامل مع المثالية؟ 1. حط لنفسك معايير وتوقعات واقعية. لازم تكون أهدافك متطابقة مع قدراتك وإمكانياتك. ما تخليش ضغط الناس وتوقعاتهم عنك يأثروا عليك. 2. ركز على الجهد بدل النتيجة. حاول تقيم نفسك بناء على الجهد المبذول بدل النتيجة. النتائج مش بإيدك، لكن العمل وبذل المجهود تقدر تتحكم فيه. 3. تقبل الأخطاء. قبل ما تبدأ أي عمل فكر نفسك إن العمل ده أكيد مش هيكون كامل بنسبة 100%. لازم تكون عارف إن الأخطاء حاجة طبيعية وأساسية في التعلم. وبعدها يا صديقي ابدأ فورا واستغل الحماس اللي بيكون عندك في البداية. بس هل سألت نفسك الحماس ده بيروح فين بعد كده؟ أنت بدأت بحماس كبير جدًا، بس بعد فترة الحماس ده اختفى، وده بسبب العقل البشري. دماغك دايمًا بتسعى لمنطقة الراحة، وده ما يسمى بالتأقلم. يعني لو حاسس بسعادة مفرطة أو حزن شديد، عقلك هيحاول يرجعك تاني لوضعك الطبيعي. لو نجحت إنك تعمل أي إنجاز، هتشعر بالسعادة لفترة وبعد كده هترجع للحالة الطبيعية، وتبدأ تدور على تحدي جديد. إنما في السلوكيات لو حاولت تكتسب عادة جديدة، عقلك هيقاوم التغير ده ويرجعك منطقة الراحة اللي اتعودت عليها. التطور يا صديقي بيتطلب الخروج من منطقة الراحة، بس المشكلة إن دماغك دايما بتسحبك لمنطقة الراحة، وعشان تقدر تتغلب على الموضوع ده عندك حلين. أول حل الوعي، يعني وعيك ومعرفتك بطريقة عمل الدماغ. ولما تكون عارف إن وظيفة دماغك إنه يقاوم ويرجعك لمنطقة الراحة، هتقدر تتعامل مع المشكلة بشكل أسهل. تاني حل معرفة الدافع الداخلي، وعشان تعرف الدافع لازم تجاوب على سؤال لماذا، والمهم إن الإجابة تكون واقعية. حاول تسأل نفسك ومع كل إجابة هتقدر توصل للدوافع العميقة والأسباب الحقيقية. شكرا ليك يا صديقي على وقتك وأتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد.